حقق محمد علي هدفه من الانضمام لصفوف الشعب المصري عام 1804، وهو ارتفاع مكانته ولا إظهار قوته العسكرية؟ طبعا ارتفاع مكانته. من القوى الخارجية التي عارضت حكم محمد علي لمصر: الأتراك، الإنجليز. تدهورت العلاقة بين الإنجليز والدولة العثمانية بعد تولية محمد علي الحكم ولا رضوخ السلطان للزعامة الشعبية عام 1806؟ طبعا كان رضوخ السلطان للزعامة الشعبية عام 1806. أول من أدرك بروز قوة الزعامة الشعبية بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر: خورشيد باشا، السلطان العثماني، محمد علي؟ طبعا كان محمد علي. ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري الأتراك، المماليك، كبار التجار؟ طبعا كانت كبار التجار. تحالفت الدولة العثمانية مع مين لإخراج الفرنسيين من مصر؟ إنجلترا وألمانيا، إنجلترا وروسيا، ألمانيا وروسيا؟ طبعا كانت إنجلترا وروسيا. اطلع المصريون على بعض ملامح الحياة الديمقراطية في أوروبا من خلال الدواوين: المجمع العلمي، مقاومة الحملة؟ طبعا كان ده من خلال الدواوين. تغيرت أوضاع الشام وتبعياتها السياسية بعد معركة ديو البحرية، مرج دابك، جالديران؟ طبعا الإجابة كانت مرج دابك. قرر زعماء الشعب والعلماء ونقباء الطوائف عزل الوالي العثماني وتولية مين حكم مصر؟ محمد علي. سعت بريطانيا إلى تولية مين حكم مصر بدلا من محمد علي؟ محمد بك الألفي. أرسلت إنجلترا حملة إلى مصر عام 1807 بقيادة طبعا فريزر. حرم محمد علي المماليك من تولية المناصب الرفيعة مثل منصب شيخ البلد. كان عام 1805 أول مرة يعزل فيها مين في تاريخ مصر الحديث من قبل الشعب؟ طبعا كان الوالي. القوى الجديدة التي انضمت للصراع على السلطة بمصر عقب رحيل الحملة الفرنسية هم المماليك، الإنجليز، العثمانيين؟ طبعا الإنجليز. يعد انضمام محمد علي لصفوف الأهالي الساخطين عام 1804 دليلا على حرصه على استقرار الأمن والنظام، رغبته في جذب عطف السلطان، ولا إدراكه لتغيير ميزان القوى المصري؟ طبعا إدراكه لتغيير ميزان القوى المصري. ظهر التحالف الإنجليزي المملوكي ضد محمد علي لأول مرة من خلال ثورة الشعب 1804، محاولة نقل محمد علي 1806، فرمان يوليو 1805؟ طبعا ده ظهر في محاولة نقل محمد علي 1806. ازدادت أحوال مصر سوءا خلال الفترة من 1801 ل 1805 بسبب الأزمات الاقتصادية، ظهور شخصية محمد علي، الصراع على السلطة؟ طبعا ده كان بسبب الصراع على السلطة. حدوث أول تقارب بين محمد علي والزعامة الشعبية أثناء توليته حكم مصر ولا ثورة الشعب 1804؟ طبعا التقارب ده حصل في ثورة الشعب 1804. أحد زعماء الشعب وكان له دور في تولية محمد علي حكم مصر: محمد كريم، عمر مكرم. مكان اجتمع فيه زعماء الشعب وقرروا عزل خورشيد وتولية محمد علي: دار الحكمة، بيت القاضي. أمر سلطاني يصدر من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ: الفرمان. كان نهاية الصراع الإنجليزي والعثماني والمملوكي للسيطرة على مصر في صالح مين؟
طبعًا كان في صالح الدولة العثمانية. أصدر السلطان العثماني فرمانًا بعزل خورشيد وتولية محمد علي حكم مصر في 9 يوليو 1805. نفى محمد علي السيد عمر مكرم إلى دمياط.